المدارس على الابواب، يبقى احفظي الفيديو دوت عندك وسجليه علشان خاطر هتحتاجيه الفتره اللي جايه. بكيلو دقيق واحد هتعملي احلى واطعم شويه مخبوزات طعمهم حلو جدا، تقدري تديهم للولاد في اللانش بوكس كل يوم. تنويع بقى كل يوم في اللانش بوكس، مش هتخليهم يزهقوا من الاكل بتاع كل يوم. لا، ده النهارده جايه اقولك على كذا وصفه حلوين جدا، واول وصفه معايا من عشاق الاطفال وكمان الكبار. تعالي كده نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وحط اللايك بتاعك. كوباية من السكر، بيضاية، كيس من الفانيليا. أنا استخدمت فانيليا بالبرتقال، دوبتهم مع بعض كويس جدا. وهنا بقى معايا في قلب حاجة بتتحط على النار نص كوباية من الحليب، عليها نص كوباية من الزيت. هغليهم مع بعض كويس جدا واستنى لحد بس أول غلوة. لو انتي لسه مصليتيش على الرسول، طب صلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وحطي اللايك بتاعك. ولو ولادك كل يوم بيعذبوكي في اللانش بوكس، من النهارده بقى مش هتحتاري تاني. يلا شيري الوصفة لكل صحابك على الواتساب عشان الكل يستفيد. وحبيبتك بقى اللي كل يوم تبقى محتاره في الوقت دوت، اخدت اللبن بعد ما اخد غلوه هو والزيت، حطيته على السكر والبيض. وطبعا استمريت في التقليب لحد ما اتاكدت ان الخليط كله اختلط مع بعض. معايا كوبايه ونص من الدقيق، حطيت عليهم معلقه من البيكنج باودر بمعدل كيس يعني، وكمان حطيت رشه ملح بسيطه. قلبت كله مع بعض، وهاخد الكلام ده وتنخله بقى بالمضرب علشان انا عايزه بقى ادخل الهواء كده بكميه كبيره جوه الكيكه بتاعتي. انت هتعملي كيكه يا هبه ينفع ناخدها في اللانش بوكس؟ هعمل كيكه زي بتاعه الافران بالظبط. فاكره الكيكه بتاعه الافران اللي بيبيعوها في قوالب كده كل واحده لوحديها؟ هي دي انا هعملها. بتبقى طعمها حلو قوي والولاد بيحبوها جدا. لو اديت لهم واحده مع سندوتش جبنه مثلا وحطيت لهم ثمره فاكهه، يبقى كده اللانش بوكس مليان قيمه غذائيه حلوه. القوالب دي بتتباع في اي سوبر ماركت ومحلات التغليف، هتلاقيها سعرها حلو قوي، مش غاليه ولا اي حاجه. وممكن تستخدميها على مرتين. دهنتها دهنه حلوه من السمنه واديتها تعفير الدقيق. وهنا هحط بس الخليط لحد نصها، والنص الباقي طبعا هيرتفع معايا في قلب الفرن. نقدر نحط كمان مربى جوه الكيكه دي، بتبقى طعمها حلو قوي، سواء مربى بقى تين، مش فراوله، المتوفر عندك. وطبعا المربى احنا بنعملها برضو في البيت. نقدر نحط جواها شوكولاته زي ما تحب. نقدر برضو نعملها ساده زي ما انا عاملاها كده بالبرتقال. فانيليا البرتقال بتخلي الطعم حلو قوي، وكمان بتخلي طعم البرتقال واضح. في المرحلة دي بقى دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني. بصي بقى زي ما انت شايفة كده حلوة جدا، طعمها خطير. نقدر نستبدل الأطباق اللي أنا عملت فيها ديت، أو اللي هي نستبدلها بقى ممكن بالطواجن. وكمان في زيها كده بتتباع برضو في السوبر ماركت بس مدورة. دي كده الوصفة الأولانية. تعالي ندخل على الوصفة التانية، والوصفة دي أنا مسمياها الطاقة. ليه بقى؟ لأن أنا بحس اللي هي بتدي للولاد طاقة وباور كده في اللانش بوكس، بتبقى حلوة جدا. تقدري تعمليها حلو وتقدري تعمليها حادق، ليكي حرية الاختيار. هاتي كوباية من الحليب ونقدر نستبدلها بالمية. هحط عليها معلقتين من السكر، وهنزل عليها بمعلقة من الخميرة. هدوبهم مع بعض كويس جدا، واركن بقى الكلام ده كده على جنب. وطبعا اللبن يكون دافي معاكي شوية. هحضر بقى هنا معايا 4 كوبايات من الدقيق، حطيت عليها معلقة من البيكنج باودر ورشة ملح كده بسيطة. هقلبهم مع بعض كويس جدا، وهنزل بقى بربع كوباية من الزيت. بس الاول هنزل بكوباية زبادي. طبعا الزيت هنا نقدر نستبدله بمكعبين من الزبدة او معلقتين كبار من السمنة. حطيت كيس فانيليا عشان الفانيليا بتدي للمخبوزات ريحة حلوة قوي. طبعا كوباية الزبادي هنا نقدر اللي احنا نستبعدها من الوصفة، ونقدر نخليها محطوطة تدي قيمة غذائية وطعم حلو. طب يا هبة انا عندي لبن رايب ينفع استخدمه؟ ايوه طبعا ينفع، حلو جدا وهيعلي التست ويخلي الطعم حلو قوي. والزبادي كمان بيخلي المخبوزات بتاعتنا طرية كده وناعمة معانا واحنا بناكلها، وطعمها خطير. بدأت بقى اللي انا اعجن. بعد ما قلبت كله مع بعضه، استخدمت المية اللي انا حطيت عليها السكر والخميرة، وبعد كده استخدمت بقى مية حوالي ربع كوباية كده من المية. انا عجنت كله يعني ميكس ما بين المية واللبن. هنا في المرحلة دي بعد ما العجينة خمرت معايا، عجنتها كويس جدا وخمرت زي ما انت شايفة كده، بسم الله ما شاء الله. عجينة حلوة جدا وسهلة وبسيطة، وكمان بصي لينة كده معايا. هقسمها لجزئين، والجزء الاولاني هبدأ اللي انا الفه رول كده بالطريقة ديت، والجزء التاني نفس القصة. طبعا هنا بقى ليكي الحجم، ليكي حرية الاختيار في الحجم اللي انت عايزاه.
انا عملتها كده حجم وسط، مش كبير قوي ولا صغير قوي. معايا بقى نوتيلا، والنوتيلا دي انا عاملاها في البيت برضو بطريقه حلوه قوي وبسيطه واقتصاديه. ان شاء الله باذن الله هنزلها لكم. بصي بقى، بحفظها في الفريزر عشان انتوا عارفين ان النوتيلا بنحط لها لبن، فطبعا لما بتحفظ في التلاجة ما بتبقاش بتقعد كميه كبيره لاني من غير مواد حافظه طبعا. فبعمل كميه حلوه واشيلها بقى في الفريزر كده في بطرمانات او في علب. ولما بعوز احتاج مثلا بطلعها، ولما بطلعها احطها في التلاجة بتقعد معايا في التلاجة من 4 ل5 ايام، بس اكتر من كده مش هتبقى حلوة قوي. فلما بكون مثلا ناوية اعمل مخبوزات بطلعها من قبلها بشوية كده الاقيها فكت معايا. بصي بقى، بدأت اللي انا اعملها زي رغيف الفينو، بحط جواها بقى الحشوة نوتيلا. حطيتها في صاج مدهون دهنة حلوة من الزيت، وسبتها لحد ما خمرت شوية. هنا معايا معلقة من الحليب البودر، عليها معلقتين من الحليب السائل، قلبتهم مع بعض. نقدر نستبدلهم بمية، عليها معلقة سكر، نقدر نستبدلهم ببضاية اللي هو صفار البيض يعني، بس انا حبيت الحليب. معايا بقى في البداية كده كان عندي شوية من عين الجمل، دقتهم كده وحطيتهم فوق الوش. ممكن نحط سمسم، حبة البركة، ممكن نحط اي حاجة فوق الوش، ممكن نسيبها سادة. بدخلها الفرن بقى على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني، من غير شواية ولا اي حاجة. هتلاقيها بدأت اللي هي تستوي معاكي. بسم الله ما شاء الله، اخدت في الفرن يعني ممكن نقول 16 دقيقة وكانت استوت معايا. خطيرة يا جماعة. بحفظها في الفريزر واطلعها للولاد قبل ما ينزلوا المدرسة الصبح كل يوم. تعالي بقى ندخل على الوصفة دي، لان الوصفة دي حكاية، طعمها حلو قوي ولذيذة وبسيطة وخطيرة كده. تعالي اقولك انا عملتها ازاي. حطيت هنا بقى كوباية من الزبادي، عليها نص كوباية من السمنة على الزيت، هدوبهم مع بعض كويس جدا. طبعا كوباية الزبادي دي انا عاملة الزبادي دوت في البيت، بيبقى طعمه حلو قوي. لو عايزة الطريقة قوليلي برضو في الكومنتات. الزبادي والحاجات ديت لما بتعمل في البيت يا جماعة بتسهل علينا كتير، بتخلي الولاد تاكل كده طول الوقت، وتبقى كمان تقدري تعملي منها المخبوزات وتبقى خطيرة قوي التتبيلات كمان. بعد ما قلبتهم مع بعض نزلت بقى بمعلقة من السكر، وكمان نزلت بمعلقة من البيكنج باودر، ورشة ملح بسيطة. معايا ربع كوباية من الحليب. هبدأ بقى اللي انا احطها كده، وابدأ اللي انا انزل بقى بكوباية من الدقيق. طبعا ما تنسيش معلقة الخل اللي انا حطيتها. انا هنا ما استخدمتش خميرة لان المخبوزات بتاعتي دي في 10 دقايق هتلاقيها خلصت معاكي، ولا تخمري بقى ولا اي حاجة خالص. رشة الملح، وابدأ اللي انا اعجن. هزود مية تدريجيا حبة حبة، وممكن ازود لبن المتوفر عندك. كل ما بتحطي حاجات كده ليها علاقة بالقيمة الغذائية بتلاقي في النهاية الطعم بيبقى حلو قوي، مليان قيمة غذائية كده وحاجات حلوة. انا استخدمت كوبايتين من الدقيق، اتعجنت معايا بكل سهولة زي ما انت شايفة كده. بسم الله ما شاء الله. هبدأ بقى اللي انا اشكلها على طول لان هي مش هتخمر اصلا. هحطها بقى على الرخامة واديها كمان عجنة بالشكل دوت كده، وابدا بقى اللي انا اقسمها نصين. النص الاولاني ابدا اللي انا اشتغل فيه، والنص التاني اغطيه عشان ما ينشفش معايا. هفردها بقى على الرخامه بالطريقه ديت. هحاول ان انا وانا بفردها افردها كده شكل مربع مستطيل اللي يجي في ايديا. هحاول بقى ان انا اسويها، هشيل الاطراف ديت كده واسويها كويس علشان خاطر لما اجي اقطعها تبقى تمام. انا هنا هقطعها بقى مربعات صغيره، بس مش صغيره قوي ولا كبيره قوي، زي ما انت شايفه كده الحجم حلو قوي. الحشوه دي بقى بتاعتك انت، تقدري تحشيها اللي انت عايزاه. ممكن تحشيها شوكولاته نوتيلا زي اللي انا لسه كنت عاملاها، ممكن تحطي مربى، ممكن تعمليها جبنه وتبقى حادقه يعني، فبراحتك. انا طبعا حطيت جواها جبنه، والجبنه اللي انا مستخدماها دي جبنه براميلي، بتبقى حادقه شويه وطعمها حلو كده مع المخبوزات. هقفلها بقى بالطريقه ديت، هقفلها شكل المربع. التقفيل بتاعها سهل قوي زي ما انت شايفه. خطيرة يا جماعة، جربوها وهتدعولي والله. احطها بقى في صينية مدهونة دهنة حلوة من الزيت، وطبعا هحط على وشها شوية حليب كده، حليب سايل متقلب فيه حليب بودر، شوية سمسم بقى او حبة البركة المتاحة عندك. ممكن نحط السمسم كده على وشها كلها، او حبة البركة، او ممكن نحط شوية في النص، وممكن ما تحطيش اي حاجة خالص. دخلها الفرن بقى على طول لاني مش هتخمر، على الرف الوسطاني درجة حرارة 180. خطيرة، طعمها حلو قوي. تنفع في اللانش بوكس مع شوية بقى عصير كده تكوني عاملهم للولاد الصبح قبل ما ينزلوا الصبح كده، مع كوباية شاي بالليل وهم قاعدين بيذاكروا، مش تاخد منك وقت خالص. نقدر نستبدل الحشوة بأي حشوة احنا حابينها.
تعالي ندخل بقى على الوصفة دي. وكوباية من الحليب، عليها معلقتين من السكر ومعلقة من الخميرة، دوبتهم مع بعض كويس جدا. هنزل بقى بربع كوباية من السمنة على الزيت، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، 4 كوبايات من الدقيق. نزلت ب3.5 وشلت نص كوباية، هقولك دلوقتي انا هعمل بيها ايه. لو احتجتها هاخدها. رشة ملح، وابدأي بقى اعجني الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا كده. تمام قوي. ابدأ اللي انا انزل بقى الدقيق. طبعا هنشوف الاول احنا هنحتاج ولا لا. انا بصراحه احتاجت فما نزلتش الكميه كلها، اخدت بس اللي انا احتاجته. عجنتها كويس جدا، هغطيها بكيس بلاستيك واسيبها بقى تخمر. انا استخدمت 3 كوبايات 4 كوبايات الا ربع من الدقيق. بعد كده بعد ما خمرت معايا هاخدها بقى اللي انا اقطعها بالشكل ده. الوصفة دي بقى يا جماعة بتفكرني بذكريات جميلة قوي. انتي لما تشوفيها دلوقتي هتحسي كده بأيام المدرسة وأيام لما كنتي بتشتري الحاجة كده من الفرن وانتي رايحة المدرسة. بصي خطيرة، اعمليها للولاد. وأي وصفة أنا بعملها معاكم تقدروا اللي انتي تعمليها بكمية كبيرة وتشيليها في الفريزر، بتنفع يا جماعة. بعد بقى ما كورتها بالشكل دوت، حضرت معايا شوية حلوين من السمسم، ومعايا حوالي نص كوبايه من السكر. اخدت منها 3 معالق وحطيت عليهم شويه ميه ودوبتهم كويس جدا في الميه. ابدا بقى ان انا اجيب كوره كوره واحشيها كده شويه من السكر. طبعا عايزه اقولك تقدري كمان السكر ده تحطي عليه قرفه، بس اهم حاجه تقفليها كويس جدا. تغطسيها بقى في الميه اللي عليها سكر، وبعد كده تطلعيها تحطيها في السمسم علشان خاطر السمسم يمسك عليها بالشكل دوت كده، وتبقى من بره مليانه سمسم. خطيرة دي بقى قرص بالسمسم والسكر، طعمها حلو قوي. خلاص حطيتها في صينية مدهونة دهنة حلوة من الزيت، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180. اهم حاجة تقفليها كويس عشان السكر ما يتفتحش منك، او هي تتفتح والسكر ينزل في الصاج من غير شواية ولا اي حاجة. بص السكر بقى من جوه سايح كده وطعمه خطير. هستناكي تجربي كل الوصفات، ما تنسيش تحطي اللايك.